السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في عالم السلام. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أخطر العمليات اللي بتحصل في مواقع العمل، أعمال الرفع والتصميم. يعني باختصار لما تيجي ترفع حمولة تقيلة باستخدام ونش أو معدة رفع وتنقلها من مكان لمكان تاني، الموضوع مش بسيط ومش اربط الحمولة وارفع وخلاص. كل خطوة ليها قواعد، وكل خطأ ممكن يسبب كارثة لا قدر الله. يعني إيه تصبين؟ التصبين هو عملية ربط الحمولة اللي هنرفعها بالحبل أو السلاسل أو الويرات علشان تبقى ثابتة ومتوازنة أثناء الرفع. اللي بيعمل كده اسمه ريجر أو عامل البحرية، ودوره مهم جدا لأنه ببساطة هو اللي بيضمن إن الحمولة مش توقف وحد. أهم المخاطر اللي بتحصل في أعمال الرفع: سقوط الحمولة، انقطاع السلك أو السلاسل، التصبين الغلط يعني الوزن غير متوازن، الاصطدام بالمعدات أو الناس، انقلاب الونش أو المعدة. فقبل ما تشتغل اسأل نفسك: الوزن قد إيه؟ هل أداة الرفع مناسبة؟ هل الأرض مستوية؟ هل الحمولة مربوطة كويس؟ هل الناس بعيدة عن منطقة الرفع؟ لو مش متأكد من أي إجابة منهم أرجوك ما تبدأش. أدوات التصبين: السلك المعدني اللي هو الويرات لازم يكون قوي، لازم يبقى سليم ومفهوش قطع أو شروخ. السلاسل تتحمل أوزان عالية، ما تستخدمهاش لو فيها صدى أو تشققات. الأحزمة القماش بتكون خفيفة وآمنة ولازم تكون سليمة. القفل دي حلقة معدنية تربط الحبل بالحمل. الهوك ده الخطاف اللي بيمسك في الحمولة ولازم يكون مقفول كويس. دي القواعد لازم تمشي عليها. كل أداة يكون مكتوب عليها الحمولة القصوى. ممنوع تلف السلك حوالين الحمولة مباشرة. اربط الحمل من نقطتين على الأقل علشان التوازن. ما تحملش أكتر من المسموح أبدا. وقف أي شغل لو في رياح شديدة أو الأرض مش ثابتة. خليك دايما بعيد عن مسار الحمولة وانت بتوجهها. طيب لو في علامات خطر سيب كل حاجة فورا. زي ايه علامات الخطر؟ سلك مقطوع أو مشقوق، صوت غريب في المعدة، عدم استقرار في الحمل، عامل واقف تحت الحمولة، الونش بيتهز. كل دي مؤشرات انك لازم توقف وتراجع كل حاجة من تاني. كلمة مهمة عايز أقولها لكل مشرف أو عامل تصميم: أنت مش بس بترفع حديدة أو خزان أو ماكينة. افتكر إن لو حصل أي خطأ ممكن تدمر حياة حد. فتأكد من الحمل ومن الأداء ومن الأرض ومن كل تفصيلة، وما تستسهلش. أوقات الكارثة بتحصل في آخر نقلة. لو عايز تعرف أكتر عن إرشادات التصميم أو إزاي بيشتغل فريق الرفع، تنسيق الفريق، أو أدوات الونش بأنواعها، اكتب لي في الكومنتات علشان نعمل جزء تاني. ما تنساش تشارك الفيديو مع زمايلك عشان كلنا نشتغل بأمان. أشوفكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله.